وحشتوني قوي. 21 دقيقة بالظبط. لسه منزلين عرض حالا على ستابروك 35% اوف على اي حاجه شتوي. اوف اوف المصريين بوظوني يا ابني. بيج سيل كريزي ديسكاونت. يلا عشان العزام القمر تقيم. الست دي كل ما اعدي من هنا هي بتبيع كتب، الاقيها قاعده بتقرا كتاب ومنهمكه جدا، يعني مش مركزه في اي حاجه غير في الكتاب، مش جميل زي كل يوم. جيت دلوقتي لقيت واحده مستنياني، واحده منتقبه بتحكي لي عن شويه حوارات حصلت لها وهي بتدور على شغل. خريجه علوم بتحاول تدور على شغل من زمان، يعني كل ما تعمل انترفيو كل ما تلاقي حاجه عجبها وكده يسيكبوا عليها عشان النقاب وبتاع، والاماكن اللي بتقبلها بيدوها يعني فلوس لا تذكر. فكتبت سكريبت لفيلم قصير وادتهولي علشان شايف ان انا ممكن اعمله يعني. فبعيدا يعني عن السكريبت والحوارات دي، بس في يعني حتة ان الواحد يبقى عنده مبادئ ويلتزم بيها حتى لو الظروف اللي حواليه بتخليه مش عارف يحقق حاجة اصلا. يعني قد تكون يعني في الدنيا دي حاجة فكسانة ان انت طب ما تشيلي النقاب يعني عشان تشتغلي وتحققي نفسك في الدنيا ومش عارف ايه، بس المقاييس دي مش بتاعت ربنا، يعني دي مش مقاييس الاخرة خالص. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب الواحد على النية بتاعته، وهو كان غرضه ايه اصلا من العمل اللي هو بيعمله. فلو هي قلعت النقاب فمعنى كده ان النية بتاعت العمل اللي هي بتعمله ان هي تروح تاخد فلوس او تحقق منصب. انما لو هي التزمت بالمبادئ بتاعتها وجات شغلانه، فمعنى كده ان الشغلانه دي جت على نيه طيبه. لو ما جاتش فهي هتقابل ربنا برضو بنيه اللي هو ايه، انا يا رب سعيت ان انا ارضيك، وسعيت ان انا احقق حاجه كمان في الدنيا واعمل تغيير واعمل فرق، وما نفعش ما نجحتش في الدنيا بمقاييس الدنيا. فلو انا اتعلمت حاجه واحده من الرحله اللي انا مريت بيها في السنه اللي فاتت دي، او مع ستابروك حتى في ال3 سنين اللي فاتوا، انك ما تتنزلش اطلاقا عن مبادئك خالص، لان المجهود بيجيب نتيجه، مفيش شك في ده. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. في يوم من الايام هتوصل لنجاح، لازم ايا كان النجاح ده شكله عامل ازاي. فيا توصل بمبادئك اللي انت بدأت بيها وتحس ان انت مبسوط وحققت حاجه، يا توصل وانت تخليت عن مبادئك وتندم وتقول يا ريتني كنت التزمت باللي انا بدأت بيه. اوريكم حاجه جامده جدا. نايس. انت لازقها دي ولا احسن من كده ان شاء الله هتبقى. طيب يا جدعان، ده كمبيوتر مصري ميد ان ايجيبت. مكتوب هنا المفروض ديزاين باي جهازي بس مش باينه من الاضاءه. ده كمبيوتر السلام عليكم. ده كمبيوتر صغير بورتبل جدا، يتحط في الشنطه وبتاع زي ما انتم شايفين، قد الماك ميني كده. طب السبيكس بتاعته عاليه جدا، رامات اب تو 64، بروسيسور اي 7 عادي، سكاي ليك، هارد ديسك اس دي. نايس. وبيطلع 4K ريزولوشن لو انت ركبت بروسيسور يعني سبورت الكلام ده. سبيكس عاليه جدا في مساحه صغيره جدا، ممكن تحطه معاك في الشنطه، احسن من اللابتوب عشان اللابتوب مش بيديك البرفورمانس عايز العالي. احسسهم بس الفرق ده موبايلي مقارنة بالكمبيوتر. ده كمبيوتر كامل، الكمبيوتر بتاعي نفسه اهو كبير جدا، فيعني وده اعتقد امكانياته اعلى، مش كده؟ امكانياته اعلى. اللي مش فاهم انت الحاجات دي طلعت في الفلوج عندك قبل ما تطلع عندي، فاهم؟ انا ما جبتش سيرته، فاهم؟ بس يوني هو اللي عامل الكمبيوتر ده، هو اللي عامل ديزاين ليه. يعني ده الديزاين ده بتاع جهازه هو، يعني الشركه بتاعته اسمها جهازي، فهو اللي عامل الديزاين دوت، هو اللي عامل يعني هو اللي رايح مصنع وعامل الالمونيا دي وعامل الشيب دوت. ممكن نفتح دي ولا ايه؟ ممكن نفتح. نايس. لسه من جوه برضو، لسه كيبل مانجمنت والحاجات دي لسه ما ظبطتش يعني. ده بروتوتايب جدا، ده بروتوتايب جدا، ده اول بروتوتايب اصلا يطلع. بقول لك ايه، عاش جدا ان شاء الله. ان شاء الله. متحمسين جدا ولا ان شاء الله.
انت فين الاكل؟ بره. ادهم بيقول لك انت ما بتردش عليه يا ليدر، وبيقول لي انت انا الاسيستنت تاني. انا فقلت له خلاص الراجل التاني ده بياخد من تحت الترابيزه ومشي لك اللي انت عايزه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وحشني جدا. اخبار الدنيا معاك ايه والفلوج والصبر؟ كله تمام الحمد لله. الموز الموزة يا حاج. ماشي. فانت عندك خارق اساسي ان شاء الله. خفي اساسي، بارز اساسي. بارز الاخضر كده كده عندنا بولوز وبيسكس وجرافيكس. نزل كله؟ ولا من قديم؟ سجل فلاب برضو ولا عادي؟ سجل فلاب. ماشي. البولو اهم حاجه عملناها في الشركه لحد دلوقتي. كان جديد جدا، جديد واسلامك ويعني كان مستوفي الشروط كلها. مش احمر، تيشيرت احمر، ممكن يبقى نبيتي ويبقى الثيم بتاعه، عارف في ثيم كده للسوبر هيروز ما بتبقاش الوان يعني مباشره كده، بتحسهم كلاسيكيين شويه، هذا رياليستيك شويه. يعني لو خرج بقى على النبيتي هتحس عايز تهدي الالوان، تهدي الالوان وتخليه انسان اكتر. يعني ده شكله كرتون شويه، تمام. ده شكله كرتون جدا عشان على احمر خالص. لو عملته على نبيتي هتخليه ايه؟ طب ما تيجي نشوف. تصدق طالع كمان؟ طيب اليوم خلص دلوقتي الساعة 10:15 ان شاء الله. غالبا هسيب المكتب اللي في دوتس علشان المسافة كبيرة جدا، بضيع وقت كبير قوي في المواصلات. يعني الحاجة التانية ان المكتب مفتوح فما بعرفش اخد خصوصيتي قوي، كل شوية حد يجي يسلم عليا. النهاردة رحت لقيت حد مستنيني اصلا، كل شوية بقابل حد جديد مش عارف ايه. دي حاجات جميلة بس ما بعرفش اشتغل شغل حقيقي قوي من هناك يعني. زائد ان انا عايز ارجع تاني المقر بقى اظبطه وارجع اصور من هناك تاني، لان المكان هناك التصوير فيه مريح جدا وجامد جدا ان شاء الله. يعني في حاجتين. اول حاجة عايز منكم حاجة، عايز كل اللي بيتفرج ومش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب، ومش بس سبسكرايب يخش يدوس على الزرار بتاع الجرس ده. شكرا. دوسوا على الزرار بتاع الجرس عشان يوصل لكم نوتيفيكيشن اول ما انزل فلوج ان شاء الله. انا مش بتاع خش اعمل لايك، خش اعمل شير، خش مش عارف ايه. بحس ان بيعملها من نفسه بتبقى احسن بكتير يعني. بس خليكم عارفين ان دي حاجه بتفرق في الريتش بتاع الشانل. يعني لما بتعمل لايك بيخلي اليوتيوب تلاحظ ان الفيديو دوت في ناس كتير عجبها، فبتبتدي تريكومنده. عارفه لما تلاقي recommended for you مش عارف ايه. فعموما خلوا الحاجات دي في بالكم يعني. الحاجه التانية، السؤال اللي انا عايز اساله لكم، ايه الكونتنت اللي انتوا عايزيني اعمله؟ ايه التوبكس اللي انتوا عايزيني اتكلم فيها؟ انا مخطط ان كل اسبوع يبقى فيه 5 فلوجز، واحد فيهم يبقى Q&A ان شاء الله، والاربعه التانيين يبقوا فيهم كونتنت متقسم بقى على مثلا اليوم. ممكن يبقى فيه فلوج منهم يبقى بتكلم فيه بس عن حاجه معينه مهمه جدا مثلا بالنسبه لي او بالنسبه لكم. فانا محتاج منكم تقولوا لي انتوا عايزين تسمعوا مني ايه التوبكس اللي انتوا مستنيين، اللي انتوا تحبوا ان انا اتكلم فيها بناء على الحاجات اللي انتوا متخيلين ممكن تستفيدوا مني فيها يعني. بس النهارده كان فلوج خفيف علشان يعني ارجع تاني للديلي فلوج كده، اسخن نفسي، بوريكم كده يومي الطبيعي ماشي ازاي يعني، من غير تكلف كتير ولا اوفورا برضو، عشان الفلوج بتاع امبارح كان طويل قوي. فان شاء الله اشوفكم بكره. عشان الناس ما تتخضش بس. طيب قول يا ابني ده لوك. قولها. طيب احنا المفروض ان انا لا ما تزيفش اول ما تشتغل. طيب حاضر ماشي. قول مبدئيا انا اول. طيب خلاص. في ضايع ما بيعرفش ده. جعباص هيحلق اقرع خالص في البرنامج يا جدعان. ايوه بس انا كنت بفكر ان انا انقل الحلاقه القرعه دي للصيف، بس قلت احنا ايه البرنامج ولوك وبيني وبينك هتبقى لقطه للتحفيل بنت لذينه بصراحه متخيلها. طبعا ده
الخبره بتاعنا 7 سنين خبره في الموضوع ده.